هموت وأعرف أنا إيه علاقة الحجاب بموضوع تمكين المرأة ده؟ هل هي مثلًا المرأة مش هتعرف تتمكن غير لمّا تقلع الحجاب؟ يعني الحجاب هيمنعها إن هي تتمكن مثلًا؟ والّا هو التمكين ده ما يحصلش إلا وهي قالعة؟ يعني إيه العلاقة؟ أنا مش فاهم أنا. وبعدين إيه هو تمكين المرأة؟ تعليم مثلًا؟ عادي تتعلمي بالحجاب، روحي مدرستِك بالحجاب، وروحي جامعتِك بالحجاب. الحجاب هيمنعِك إنِّك تفهمي مثلًا في الحصة أو في المحاضرة في الجامعة مثلًا؟ لأ مش هيمنعِك خالص، إيه المشكلة يعني؟ إيه تمكين المرأة إيه؟ شغل مثلًا؟ اشتغلي بالحجاب برضه عادي، أنتِ ممكن تبقي وزيرة بالحجاب عادي، ممكن تبقي مدرسة بالحجاب، دكتورة في الجامعة بالحجاب، ما فيش أي مشكلة خالص. عايزة تطلعي الفضاء، اطلعي بالحجاب برضه. هو مثلًا الفضاء مكتوب عليه ممنوع دخول المحجبات؟ والّا هو أي كلام وهري وخلاص وهرتلة ومعاداة للدين وخلاص وطعن في ثوابت الدين وبس، وأي كلام ولَك وخلاص. كل شوية يتكلموا عن تمكين المرأة ألاقيهم بيتكلموا عن الحجاب. يا جماعة تمكين المرأة ده يعني يدوها حقوقها في الشغل، في تعليم، في أي حاجة، بس ما لهمش دعوة بالحجاب، دي حاجات ما لها علاقة بالدين، ده فرض عليها ربنا سبحانه وتعالى فرضه عليها، وحاجة بينها وبين ربنا. ما تربطوش بقى تقولوا لي تمكين وما تمكينش، ده أعداء واضح للدين، ما لوش أي علاقة بالتمكين ومش التمكين. يعني إيه علاقتها إيه علاقة الكلام ده بالتمكين أصلًا بالحجاب يعني الحجاب يمنعها من إيه مثلًا؟ ما تعيش حياتها عادي وتتجوّز وتتعلّم وتاكل وتشرب وهي محجّبة ومحترمة ومتصانة وبنت ناس وساترة نَفْسها، مش أي هري وخلاص هو أي هرتلة وبس. مش فاهم أنا إيه القصة السودا اللي إحنا فيها دي.